صدام حسين اللي تقف عنده ومش عارف تحبه عشان انتصر على ايران في حرب الخليج الاولى اللي كان بيحب يسميها معركة القادسية، وحمى الوطن العربي من طوفان فارسي وشيعي، ولا تكرهه عشان ضحى بمليون انسان من شعبه في الحرب ودمر اقتصاد العراق؟ قول بس صدام حسين في اي قعده ومش هتحتاج تقول بعدها حاجه، اسمه لوحده بيجيب ذكريات ملهاش اخر، وخصوصا في الجيل اللي عنده من 30 ل 50 سنه اللي بالنسبه لهم صدام وحرب الكويت زي كابتن ماجد والتلفزيون ابو قناتين، ويمكن عشان كان اكتر رئيس عربي بيحب المصريين. الغريبه بقى ان كل واحد في الدنيا فاكر انه عارف صدام، مع ان في الحقيقه مفيش ولا واحد عارف اي حاجه عن صدام حسين. خش برجلك اليمين وتعالى نحضر عفريت صدام حسين. أول ما تقول صدام حسين هيجي في دماغ غزو الكويت، لكن اللي كتير ما يعرفوهوش هو إن صدام مش أول حد يقول إن الكويت هي المحافظة 19 في العراق، لأن في أكتر من حاكم عراقي قبل منه طالبوا بنفس الحكاية دي. عندك مثلا الملك غازي طالب بضم الكويت في الثلاثينات، وبعد استقلال الكويت سنة 1961 جه الرئيس عبد الكريم قاسم وقال للكويت ألف مبروك الاستقلال، مش يلا بقى ولا إيه؟ فحكاية إن الكويت جزء من العراق موجودة في دماغ كل عراقي، العراق أصلا بطبيعتها بلد مليانة تناقضات، فصدام كان منتج طبيعي عالي الجودة من المجتمع ده، فهتلاقيه مكون جيش اسمه جيش القدس، عبارة عن مليون بندقية مهمتها تحرير فلسطين، وفي الوقت نفسه شعبه كان بيعاني من قلة الدواء والأكل وقلة الأمن والأمان، وحتى الفلسطينيين اللي كانوا عايشين أيامها في حي اسمه البلديات في بغداد كانت أوضاعهم صعبة جدا. لكن ده صدام اللي الزعامة عنده كانت أهم من أي حاجة، ما تقدرش تقول إنه كان بيحب اللقطة، لكنه في نفس الوقت ما كانش مخلص لأي حاجة غير نفسه، فتبقى واقف محتار تحبه ولا تكرهه. من وجهة نظري إننا مش هنقدر نكره صدام رغم كل غلطاته. هتقول لي ليه؟ سنة 1980 بالتحديد شهر يونيو كان في عالم مصري اسمه يحيى المشد في باريس بيشرب بنفسه على شحنة وقود ذري لبغداد، لقوه مقتول في اوضته في فندق الميريديان في قلب باريس، وطبعا اللي قتله هم اللي ما يتسموش وما خبوش ده بالمناسبة، بالعكس ده تاني يوم جورنال يديعوت أحرنوت احتفلوا بقتل يحيى المشد في الصفحة الأولى علني، والشاهدة الوحيدة كمان اتقتلت صدفة يا حرام بعد شهر عربية خبطتها. وفي يونيو سنة 1981 إسرائيل دمرت المفاعل النووي العراقي بعد ما الخبراء الفرنسيين مشيوا بدقايق. هتقول لي مال صدام حسين ومال القصة دي؟ هقول لك أنا، يحيى المشد ده يا سيدي وقتها هو اللي جاب الصفقة النووية لصدام. هتقول لي إزاي؟ إيران لحد سنة 79 كانت دولة عادية خالص لحد ما حصلت فيها ثورة إسلامية شيعية، وقتها فرنسا كانت بتعمل مشروع نووي مشترك مع إيران، فلما حصلت الثورة صدام وقتها قدر من خلال يحيى المشد يحول المشروع النووي من إيران للعراق، والمشروع اتعطل طبعا بموت المشد. لكن فضلت كلمة السر في الحكاية كلها هي طموح صدام وصورته كبطل، حتى لو هيدخل شعبه في حروب مش قدها، لأن بعد 8 سنين حرب مع إيران أما هدد بأن عنده سلاح كيماوي يحرق نص إسرائيل لو فكرت تضربه بسلاحها النووي. هتسألني وهو صدام أصلا كان عنده كيماوي؟ هقول لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى إكسلانس. لو كان عنده أمريكا ما كانش ضربته طبعا، كانت هتهدده بس، واسأل كوريا الشمالية يا مومباي. لكن قبل انا وانت ما نقعد ننظر ونقول صدام كان صح وصدام كان غلط، لازم نكونوا عارفين ان الراجل ده كان بيحكم بلد فيها سنة وشيعة واكراد، وكل شوية ناس من دول متقسمين بعثيين واشتراكيين وشيوعيين واسلاميين وقصة وليلة كبيرة. فهتلاقي صدام كان بيحارب ايران، لكن الشيعة اللي في العراق نفسهم بيضربوه في ظهره، ويمكن عشان كده اصروا يسموا مدينة صدام مدينة الصدر بعد سقوطه. الله، طب ما هي بانت اهي، يبقى كده صدام بطل سني كان بيحارب الشيعة بس؟ طبعا لا، لان صدام كان بيحارب السنة والشيعة والاكراد، وكل واحد كان ممكن يهز وحدة دولة العراق. صدام كان بيحب بلده، لكن كان بيحب نفسه برضه، ومش بيحبها بس، لا تقدر تقول انه كان مجنون بنفسه. تعرف سنة 1980 اتعمل عنه فيلم اسمه الأيام الطويلة. لما صدام شاف الفيلم، مخرج الفيلم توفيق صالح لقى 5 عربيات بوليس جايين ياخدوه، الراجل قلبه وقع في رجله واتفرج معاه على الفيلم بنفسه. تفتكر ليه؟ هقول لك ليه. الفيلم كان بيحكي عن محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم، فالراجل عمل مشهد في الفيلم ان صدام حسين بيبكي من شدة الألم وهم بيخرجوا له الرصاصة من جسمه بعد هروبه. فضل صدام يأكد للمخرج انه ما بكاش في الحقيقة وبيجيب شهود كمان. تقدر تقول انه كان طول الوقت بيدور على صورة الزعيم العربي المسلم، لكن بالطريقة الغلط. ده غير انه صاحب اغرب ندر ممكن تسمع عنه في حياتك. هو انا ما حكيتلكش عن الندر؟ والنبي ما حكيت لك؟ لا ازاي؟
تعالى لي بقى. لان صدام كتب مصحف بدمه، والله بدمه. لما ابنه عدي كان اتعرض لمحاولة اغتيال، اتنقل لمستشفى ابن سينا في بغداد، ومن كتر خوفه على ابنه ندر انه هيكتب القرآن بدمه لو ربنا شاف ابنه. وفعلا نجا عدي واتكتبت نسخة من القرآن الكريم بدم صدام حسين. وبالمناسبة اتكتبت على 2 سنين كاملين، وتقريبا ضيع نظر عباس شاكر جودي الخطاط اللي كتب المصحف ده. وبالمناسبة هو تحفة فنية وموجود لحد دلوقتي في مسجد القرى في بغداد، وعشان كده كانت النهاية تليق عليه. ومتهيألي لو كان الحجاج بن يوسف الثقفي في زماننا كان هيتحاكم نفس محاكمة صدام، ولحد آخر لحظة في حياته فضل صدام حسين لغز ملهوش تفسير. ما تقدرش تحبه عشان دمر بلده، ولا تقدر تكرهه عشان ما وطاش الامريكان. وهنا تخلص حدوته رسلان افندي مع اخر بق من كوبايه الشاي. مش فاهم. قول بس صدام حسين مليون بندقيه عباره عن مليون بندقيه مهمتها والله انت انا بتبوظ. يدعوه كيماوي، المفروض سلاح نووي وخلاص. لا بندقيه رش براحتك يا ابني اللي جاب الدوري الكبير. وكل شويه ناس من دول بقى كل شويه ناس من دول استنى يا ابني المخرج عايز يفتح